من اكتر الموبايلات اللي عامله ضجه اليومين دول هو موبايل هواوي ميت 10 لايت، وده طبعا عشان سعره منافس وشاشته اللي بتيجي تقريبا من غير حواف. معاكم لميس الحسيني من فريق ريفيوزات، والنهارده هقدم لكم مراجعه الميت 10 لايت مع عرض لاهم المزايا والعيوب الموبايل. تابعوني. اول حاجه هنتكلم عليها هي شاشه الموبايل، لان هي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتميزه. شاشه الموبايل زي ما احنا شايفين بتيجي بحواف رفيعه جدا، شاشه فول فيو بأبعاد 18:9، ودي حاجة أول مرة نشوفها في موبايل في الفئة السعرية دي سواء من هواوي أو أي شركة تانية. بس خلاص التصميم دوت بقى هو الترند الجديد، وهنلاقي أغلب الموبايلات الجديدة هتبقى جاية بشاشة أبعاد 18:9 سواء في الفئة السعرية بقى العالية أو الفئة السعرية المتوسطة. الموبايل بيجي بشاشة IPS LCD بمقاس 5.9 إنش. الشاشة كمان بتيجي بدقة Full HD بلس، بس للأسف الشاشة ما عليهاش طبقة حماية جوريلا جلاس، لكن الموبايل بيجي عليه سكرينة حماية ملزوقة. حجم الشاشة مختلف بيخليها ممتعة جدا في الاستخدام، خصوصا ان هواوي بتخليك تقدر تخلي اي تطبيق يشتغل على الشاشة كاملة حتى لو ما كانش بيدعم الابعاد الجديدة بتاعتها. بس الموضوع بيبقى رخم شوية في الفرجة على الفيديوهات عشان بتشتغل بالابعاد العادية اللي هي 16:9، وعشان تشغلها فول سكرين للأسف هيتاكل جزء من الفيديو. بالنسبة لباقي التصميم فهنلاقي فوق الشاشة الكاميرا الأمامية المزدوجة والفلاش الأمامي، وطبعا سماعة المكالمات والليد نوتيفيكيشن ومستشعر التقريب. الموبايل زي ما احنا شايفين بيجي بتصميم معدني كامل، ده غير ان سمك الموبايل تقريبا 7.5 ملم، وده بيديله شكل مميز خصوصا مع حوافه الرفيعة. الموبايل مريح في مسكته ومش بيتزحلق، بس طبعا مسكته افضل لما بتركب له كفر اللي بيجي معاه. في الجزء السفلي للموبايل هنلاقي سماعات السبيكر الأساسية ومخرج USB عادي لشحن الموبايل، وكمان مخرج سماعات 3.5 ملم جاك. وفي الجزء العلوي هنلاقي مايك عشان تصوير الفيديو، وعلى اليمين هنلاقي أزرار التحكم في الصوت وزرار الباور. أما الجانب الشمال فهنلاقي مكان السيم كارد. الموبايل بيدعم تشغيل خطين أو خط وميموري كارد. ومن الناحية الخلفية بقى للموبايل هنلاقي الفلاش، واللي محطوط في مكان غريب شوية في نص شريط الأنتنة، وطبعا الكاميرا المزدوجة للموبايل اللي للأسف بارزة بشكل كبير عن باقي الموبايل، وتحتها هنلاقي مستشعر بصمة الإصبع اللي مكانه يعتبر مريح قوي في الاستخدام. بيجي موبايل هواوي ميت 10 لايت بمعالج كيرين 659 8 النواة. المعالج بيعتبر من معالجات الفئة المتوسطة، وبيديك أداء كويس للتطبيقات المختلفة والألعاب العادية. ولما جربنا الموبايل مع لعبة أسفلت إكستريم اشتغل معانا تمام وما كانش فيه أي سخونية ولا لاج. لما اختبرنا الموبايل على تطبيقات البنش مارك المختلفة، الموبايل حقق 63,000 على انتوتو بنش مارك، وحقق على تطبيق الجيك بنش في اختبار السنجل كور 913 واختبار المالتي كور 3600. وبيجي الميت 10 لايت كمان برامات 4 جيجا، وده بيخلي الموبايل سريع ومريح في التنقل بين التطبيقات والجيمز. اما بالنسبه لمساحه التخزين فهي 64 جيجا، وهي مساحه كويسه عشان تحمل كل التطبيقات والالعاب اللي محتاجها، وكمان تقدر تكبرها بكارت ميموري، ده غير ان الموبايل بيدعم OTG. بيجي الميت 10 لايت بنظام اندرويد 7 نوجا مع واجهه هواوي ايموشن UI 5.1 اللي احنا متعودين عليها، واللي بتيجي بمميزات كتير زي خاصيه الاب 1 اللي بتخليك تقدر تفتح اكتر من حساب لتطبيق واحد. بصمه الموبايل سريعه جدا وبتدعم 5 بصمات، وغير كده تقدر تستخدم البصمة في عمل لوك للابليكيشنز وفولدر الخزانة. وهو ضايفة اكتر من ميزة للبصمة بيها، وتنزل بيها شريط الاشعارات وتستقبل المكالمات. ايه ده طلع محمد. ومع ان موبايل هواوي ميت 10 لايت مش بيجي بسماعات ستيريو، الا ان صوت سماعات السبيكر كان عالي ونقي، ده غير ان كمان ان هواوي ضافت مؤثرات صوتية لسماعات الودان، وبتعدل عليها على حسب نوع السماعة سواء بتتلبس على الودان او بتدخل فيها، وكمان بتديك صوت 3D وتقدر تعدل عليه. من الحاجات اللي كانت مقلقانا من الموبايل هي بطاريته 3340 ملي امبير، وده حسيناه قليل مع موبايل بحجم الشاشة ده، بس الصراحة هواوي عاملة اوبتمايزيشن كويس والبطارية قعدت معانا اكتر مما توقعنا. ولما جربنا البطارية ادتنا سكرين اون تايم حوالي 5 ساعات ونص مع الاستخدام المكثف. ومع ان الميت 10 لايت بيجي بشحن 5 فولت و2 امبير، الا ان الموبايل مش بيدعم الشحن السريع، ولما استخدمنا الشحن الاصلي بتاعه الموبايل بيشحن لحد 100% في حوالي ساعتين ونص. ومع اننا كنا نتمنى نشوف الموبايل بشحن سريع ووصلة USB Type C، الا اننا عارفين ان مش كل الناس مهتمه تغير من وصلة USB عاديه ل USB-C. اما بقى الشحن السريع فدي حاجه كل الناس بتتمناها، ومستغربين الصراحه هي ليه هواوي مش ضايفاها في الموبايل. من المزايا الاساسيه لموبايل هواوي ميت 10 لايت هي الكاميرا او الكاميرات بتاعه الموبايل، فهو بيجي ب4 كاميرات، 2 قدام و2 ورا.
طبعا الموبايل مش بيستخدم الاربع كاميرات بشكل اساسي، الموبايل بيعتمد بشكل اساسي على كاميرا واحده قدام 13 ميجا بكسل وكاميرا ورا 16 ميجا بكسل. اما الكاميرات الاضافيه اللي بتيجي كل منهم 2 ميجا بكسل فدول بنستخدمهم في العزل او التقاط صور بوضع البوكيه او ديبث اوف فيلد. لما جربت كاميرا الميت 10 لايت الخلفيه ادائها كان كويس في التصوير في الاضاءه القويه والالوان كانت زاهيه وحلوه، وكمان وضع البوكيه كان كويس في الاضاءه الكويسه، بس مش دايما العزل بيبقى مظبوط. وبتقدر كمان تعدل على درجة العزل بعد التصوير وتغير الجزء المعزول، ودي ميزة كويسة جدا في الموبايل. اما بقى في الاضاءة الضعيفة فتجربة الكاميرا كانت اقل من المتوقع. الكاميرا الخلفية فيها نويز كتير جدا ومعالجتها للصور بتضيع التفاصيل، بس تقدر تعوض دوت بالتصوير بوضع البرو اللي بيحفظ الصورة من غير ما يعدل عليها. ولو هنتكلم عن الكاميرا الامامية فهي 13 ميجا بكسل وبتيجي فتحة عدسة كويسة f2.0، ده غير الكاميرا التانية ال 2 ميجا بكسل. وغير ده كله الموبايل بيجي كمان بفلاش امامي. والصراحه لما جربنا كاميرا الصور في اضاءه الشمس واضاءه قويه كانت حلوه جدا والوانها برضو زاهيه، بس مشكلتها ان هي مش واقعيه قوي. بس في الاضاءه الضعيفه كانت جودتها طبعا قلت. احنا جات لنا اسئله كتير قوي عن الموبايل لما نزلنا البوست، واغلب الاسئله كانت منقسمه ما بين مقارنه بين الميت 10 لايت وموبايل تاني واسئله عن الموبايل نفسه. بالنسبه للاسئله اللي عن الموبايل نفسه اكتر من حد سالنا عن الجايروسكوب سنسور واللي بيستخدم في نظارات الفي ار، وللاسف الموبايل مش بيجي بيه. جات لنا اسئله كمان عن الان اف سي والموبايل برضو مش بيجي بان اف سي، وكان في اسئله عن اذا كان الموبايل عليه طبقه حمايه جوريلا جلاس، وبرضو للاسف الموبايل معلهوش طبقه حمايه جوريلا جلاس. ناس كتير برضو سألتنا عن البطارية وأدائها ومدة شحن الموبايل. البطارية أدائها كان مرضي جدا زي ما احنا قلنا في الريفيو، بس بالنسبة للشحن فللأسف زي ما قلنا برضو الموبايل ما بيدعمش الشحن السريع، وشحن معانا حوالي 2.5 ل3 ساعات. من الآخر الميت 10 لايت جهاز مميز وحلو كباكج كاملة، يمكن ما يكونش من أقوى الأجهزة اللي في الفئة السعرية بتاعته، وإن الكاميرا الخلفية بتاعته كان يفضل إنها تبقى أحسن من كده، بس الجهاز كله على بعضه حلو، خصوصا لو انت عايز تشتري موبايل بشاشة فول فيو بأبعاد 18 ل 9، واللي متوقع انها تبقى الشاشة الستاندرد بتاعت كل الموبايلات اللي جاية. كان معاكم لميس الحسين من فريق ريفيوزات. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتدوسوا على علامة الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتنا اول باول، وتقدروا كمان تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. سلام.